واش سبق لك لقيتي راسك حاصل في دوامه من الافكار في محاوله منك باش تلقى الحل ولكن بدون اي جدوى؟ كتظن بلي راك كتقلب على تسويه المشكله مبرزطاك ولكن غير كتدور رويض في الخوت. التفكير المفرط كينزف لنا الطاقه الجسديه والنفسيه ومع ذلك ما كنلقاوش الحل، وبعض المرات ما كنعرفوش حتى السبب بحد ذاته اللي مخلينا كنفكروا بافراط. شخصيا كنت كنعاني من هذا المشكل اللي كان مسبب لي عقده في حياتي، ما كنتش مستافد من الطاقه الاستيعابيه ديال دماغي حيت كان نازفها ومستهلك هذا التفكير المفرط. ولكن الحمد لله لقيت حلول، بعض القليل منها من تجربه شخصيه ونسبه كبيره من علم النفس اللي ساعدتني بزاف لدرجه كنت كنقول عمري نتجاوز معضله التفكير المفرط. من بعد طلب كبير منكم وكل داك الميساجات اللي صيفطوا لي ندير فيديو على التفكير المفرط، مع كامل الشرف ليا غادي نلبي النداء. ولكن قبل نبغيكم تكملوا الفيديو كامل حيت الفائده ما كايناش في جزء محدد ولكن على مدار الفيديو، باش ما تفوتوش شي حاجه مهمه. جيبوا شي دكيكه تشربوها وتكونسونطراو مع الفيديو. يا ربي ترحم والدينا ووالدين كاع الامه ويا ربي تخليهم لينا. معكم اجي نعاود لك ومشينا. ريلاكس، سيت يور سيلف واجي نعاود لك. مسعود واخا منحوسو الدنيا لعبه مع حابه، عنده طموحات واهداف، ولكن المشكل ديالو كان ديما في دماغه. اي حاجه كتوقع سواء كانت صغيره ولا كبيره كيبقى يعصر في راسو بزاف ويفكر بحال كيقلب على اجوبه وسط الضباب. الا ما جاوبوش شي واحد في التليفون كيبقى يقول في راسو علاش ما جاوبش، واش زعما ما عندوش معايا ولا يمكن قلقته بشي هضره. كيبقى يعاود المشهد في راسو اللي كيخلي دماغه يطبخ على نار هادئه. حتى في خدمته الا شي حد ما قالش ليه صباح الخير بنبره زوينه كيبدا مسعود يفكر علاش وكيدخل في دوامه ديال الشك والتوهم اللي كتخليه يرجع للدار مرهق وعيان. مشكل كبر معاه. مسعود ما بقاش كينعس مزيان بالليل، كيبقى مخنوق بالافكار وكيدخل في راسو اسوأ السيناريوهات لكل حاجه بسيطه. كيفكر في المستقبل والماضي وكيدير احتمالات ما عندهمش علاقه كاع بالواقع. هادشي خلى التفكير الزايد بدا كيستنزفو ولا ما كيدير حتى خطوه في حياته خوفا من الفشل. في راسو ديما واحد السؤال كيتعاود، واش غادي نخسر، واش غادي نفشل، واش. مسعود كما كيبان لنا مريض بالصرف، بغيت نقول عنده مرض التفكير المفرط، ولكن ماشي بوحدو. ما حدك دخلتي لهذا الفيديو غتكون يا كتعاني من هذا المشكل شخصيا ولا كتعرف شي حد كيعاني منه، حيت الاحصاءات المتعلقه بهذا المرض كتخوف. تخيل معايا نسبه 73% من الشباب في العالم عانوا من هذا المشكل على الاقل مره في حياتهم، يعني من كل 7 الناس 4 كيعانيوا منه. قبل ما نتعمقوا في هذا الموضوع خاصنا نعرفوا كيفاش نشخصوا راسنا بهذا المرض وشنو الفرق ما بين التفكير المفرط والتفكير لحل المشاكل، باش ما نتخربقوش ونعرفوا واش كنعانيو منه ولا غير شك. التفكير المفرط ولا الأوفر ثينكين هي حالة اللي كتلقى فيها نفسك وسط دائرة من الأفكار على مشكل ولا موقف بلا ما تلقى حتى حل، اللي كتكون كتعاود نفس السيناريوهات في دماغك، كتشوف أسوأ الاحتمالات وكتخمم بزاف التفاصيل الصغيرة وكتعاود عدد لا يحصى من الأسئلة كتبدا بماذا لو. كل هادشي في محاولة منك باش تجنب فشل مستقبلي ولا دير حسابات للنتائج الممكنة. ولكن هذا النوع ديال التفكير ما كياخدناش الوضوح اللي كنبحثوا عليه، بالعكس كنحسوا بالقلق، الارتباك وشلل في اتخاذ القرارات. حل المشاكل هو عملية منظمة ومكادرية كتركز على مواجهة مشكل معين بهدف الوصول لحل فعال عكس التفكير المفرط اللي كيكون بدافع الخوف وعدم الاطمئنان. حل المشاكل مبني على الوضوح والتشديد على الهدف، وركزوا على التشديد على الهدف، وهذا الشيء من خلال استهداف المشكلة والتفكير السليم في حل المناسب. حل المشاكل عنده بداية وسط ونهاية. البداية هي تحديد المشكلة اللي باغي تحلها، الوسط هي عملية جمع معلومات وأفكار، النهاية هي تلقى الحل. التركيز كيكون على التقدم عكس أنك تبقى مشدد على المشكل، يعني ملي كتكون كتحل شي مشكلة كتلقى حلول ملموسة وكتبدا تطبقها وكتشوف تقدم وخا يكون بطيء بزاف. باش تعرف راسك واش عندك مشكل التفكير المفرط، من الاشارات الواضحين انك تلقى راسك كتعاود نفس السيناريوهات في دماغك بلا ما تاخذ قرار ولا حل واضح. مور ما كتفكر في مشكله كتلقى راسك عاد زدتي حصلتي قلق وعندك اجهاد نفسي. الافكار ديالك مركزه على شنو غيوقع والسيناريوهات السلبيه بلاص ما يكون فيه خطوات عمليه وتوجه واضح. بعد ما عرفنا نشخصوا راسنا بمرض التفكير المفرط ندوزو للاسباب. التفكير الزائد كيجي من عده اسباب نلخصوهم في 3. أول سبب هو الخوف من اتخاذ قرارات غالطة، الخوف من المجهول أو حتى الخوف من كلام الناس كيجعل دماغنا يحاول يسيطر على الأمور بشتى الطرق. كتلقى راسك كتفكر في كل السيناريوهات الممكنة باش تحاول تتفادى أي خطأ أو موقف محرج، ولكن بدل ما تلقى الحل كتغرق في التفاصيل وكتعيش ما يسمى بشلل التحليل، يعني كتبقى تحلل بلا ما توصل لأي نتيجة. السبب الثاني هو عدم اليقين. كاين بعض الناس اللي صعيب عليهم يتقبلوا المجهول أو الأمور اللي خارجة على السيطرة ديالهم. كتحس براسك خاصك تكون مسؤول على كل التفاصيل وتراقب كل حاجة،
ولكن الحقيقة هي أن بزاف ديال المواقف كتحكمها عوامل خارجة على الإرادة ديالنا، وهاد الرغبة في التسيير الكامل كتزيد التفكير الزائد، خصوصا إلا ما لقيتيش حل للمجهول. وأخيرا المشاعر العاطفية بحال الشك في النفس وحتى التجارب الصعيبة اللي عشتيها، هادو كاملين كيدفعوك أنك تعيش في دوامة ديال التفكير اللي ما كتوقفش. هاد المشاعر كتعطي أهمية مفرطة للأشياء اللي كتخلي دماغك يتعامل معها بحساسية زايدة، وكتولي كتحلل الأمور بشكل عاطفي بلا ما تركز على الحقائق أو الحلول الواقعية. دابا عرفنا شنو هو التفكير المفرط والفرق بينه وبين حل المشاكل، واش عندنا هاد المشكل والأسباب ديالو. دابا نعرفوا كيفاش نوقفوا التفكير المفرط. هاد الجملة اللي غنقول لكم دابا هي العصارة ديال الفيديو، هي داك الحاجة اللي خاصنا كلنا نعرفوها باش نوقفوا داك الضبابة اللي عندنا في دماغنا. تصنتو مزيان. الحل ماشي هو أنك توقف التفكير، ولكن في أنك تعرف تأثر الأفكار ديالك بطريقة اللي غتعطيك حلول للمشكلة ديالك. حيت حتى واحد ما يمكن له يهرب من التفكير الزائد عن طريق أنك تفكر في حل ليه. غنلقاو راسنا طحنا في دوامة كبر وعمق من الأول. عليها خاصنا نحولوا التفكير المفرط لتفكير ذو إنتاجية وتفكير في الحلول. غنعرفوا كي نحولوه خطوة بخطوة، لكن قبل نبغيكم ديروا لايك باش يطلع الفيديو للناس وتكون استفادة من العامة، وكل شيء عاود على التجربة ديالو مع التفكير المفرط في كومنتيرات باش نستافدوا من التجربة ديالكم. أول حاجة هي نتعرفوا على الجذر ديال الفكرة، تكون عندنا رؤية واضحة على شنو واقع في دماغنا عن طريق أننا نطرحوا الأسئلة الآتية: شنو المشكلة اللي كنحاول نحلها دابا؟ أو واش هذه مشكلة حقيقية ولا غير سيناريو غير حقيقي؟ التفكير المفرط في الغالب كيكون ما عندوش مشكل أساساً، يعني لما كاينش مشكل داك المحاولة ديال إيجاد الحل بحال كنقلبوا على شي حاجة وهمية لا أساس لها من الواقع. نحاولوا نوجدوا شنو الشيء اللي مضايقنا ملي كنكونوا غارقين في التفكير الزائد، ما نكونوش عارفين بالضبط شنو السبب الحقيقي اللي مخلي عقلنا ما يوقفش. نسول راسي شنو فعلا مقلقني دابا. ثاني حاجة نحاولوا نوجدوا شنو الشيء اللي مضايقنا ملي كنكونوا غارقين في التفكير الزائد، ما كنكونوش عارفين بالضبط شنو السبب الحقيقي اللي مخلي عقلنا ما يوقفش. نسول راسي شنو فعلا مقلقني دابا. واش كنحاول نتحكم في حاجة ما عنديش سلطة عليها؟ مثلا الا كنتي خايف من امتحان عندك قريب، واش المشكل هو انك خايف من ما تكونش وجدتي مزيان، ولا انك كتعاني في داك الماده، ولا خايف لا يصعب معكم البروف؟ حاول تعرف واش المشكل فعلا في الاحداث اللي جايه ولا غير في التخوف ديالك من المستقبل. ملي نقدروا نحددوا شنو بالضبط اللي مبرزتنا غادي تولي عندنا صوره واضحه على المشكله، وغادي تعرف واش الحل كيتطلب تفكير عميق ولا غير خطوه بسيطه باش تبدا تتصرف. فهم السبب الحقيقي هو اول خطوه باش تخرج من دوامه التفكير الزائد. باش تخرج من التفكير المفرط وتدخل في طور العمل خاصك تحدد مدة زمنية قصيرة للتفكير، وهذا غيدينا لثالثا. الطريقة كتسمى تحديد الوقت، وهي فعالة بزاف حيت كتحميك من الغرق في بحر ديال الأفكار بلا نتيجة. مثلا خذ 15 حتى 20 دقيقة باش تفكر في المشكلة. في هذه المدة ركز على تحديد المشكلة الحقيقية والتفكير في الحلول الممكنة. ملي سالي الوقت اللي حددتي غيبدا وقت التطبيق. هذه الطريقة كتعلمك كيفاش تكون حاسم ومركز على المهم، وإلا ما وصلتيش للحل خلال هذه الفترة اكتب الأفكار اللي خرجتي بيها ورجع ليها من بعد. المهم هو أنك تأثر حدود لوقتك وما تبقاش عالق في الدوامة ديال التفكير وتغرق فيها. كاين تمارين أخرى غادي تعاوننا بزاف بحال التنفس العميق، واحد تكنيك في شكل ولكن مفيد بزاف جابتو لنا واحد عالمة نفس في بداية القرن 20 سميتها بيتي أليس إريكسون. التكنيك هو أننا نفكروا ولا نقول السمية ديال 5 الأشياء كنشوفوها، 4 الأشياء كنلمسوها، 3 الأشياء كنسمعوها، 2 أشياء كنشموها، وحاجة وحدة كنذوقوها. هاد التمرين واخا يبان غبي وستوبيد، ولكن كيخلينا نحسو ونردوا البال للحواس الخمس ديالنا ونخرجوا من دوامة التفكير في الماضي ولا المستقبل ونعيشوا اللحظة في الحاضر. تمرين آخر هو نختاروا لون معين مثلا الأحمر ونسميو كاع الأشياء اللي عندها نفس اللون في الغرفة. كخلاصة باش نحلوا المشاكل ديالنا ونتغلبوا على التفكير الزائد خاصنا نتركوا الضغط ديال المستقبل وذكريات الماضي ونخليو الامور في يد الله. ما نقدروش نبقاو نفكروا في كل حاجه ونسعاو نحلوا المشاكل فقط بالتفكير، بل خاصنا نبداو نتحركوا ونخدموا على الحلول. التفكير الزائد كيخلينا نبقاو في حلقه مغلقه ومضببه بلا ما نقدروا نلقاو اي حل حقيقي. ولكن ملي كنتوكلوا على الله نتحركوا بغض النظر عن الخطوات الصغيره كنقدروا نبداو نحققوا التقدم. المهم هو أننا نستثمروا الوقت ديالنا في التطور والتحسين المستمر، ماشي في السعي وراء الكمال اللي هو عبارة عن وهم. الكمال ماشي هو الهدف الحقيقي، بل الهدف هو التحسن يوميا والاعتراف بأن كل خطوة حتى لو كانت صغيرة كتحسب في النهاية. خاصنا نحترموا التقدم حتى لو كان بطيء، ونعرفوا أن النتيجة الكبيرة ما غاديش تجيب سهولة. كل خطوة صغيرة مهمة وكتساهم في التغيير بشكل تدريجي. ملي نشوفوا التقدم ديالنا
حتى لو كان صغير خاصنا نكونوا ممتنين ليه ونعرفوا انه كيخلينا نقتربوا من النجاح اللي كنبحثوا عليه. ما نتسناوش نتائج مذهله بين عشيه وضحاها، ولكن المهم هو اننا نكونوا كنتحركوا في طريقنا، نعملوا على تطوير انفسنا بشكل مستمر ونقدروا كل لحظه تقدم مهما كانت صغيره. شخصيا كتعجبني فلسفه نيتشه بزاف. هو كان كيامن بان التفكير المفرط والتعلق الزائد بالتفاصيل والشكوك كيؤديو فقط إلى تضييق المجال على الإنسان وكيحجزوه عن التطور والعيش بسلام داخلي. في رأي نيتشه الشخص خصو يكون قادر يواجه حياته بدون ما يضيع الوقت في تحليل مفرط للأشياء. كان كيقول أن الإنسان يحتاج يتقبل حالته الحالية ويعيش اللحظة، ماشي يضل غارق في التفكير في الماضي أو المستقبل. نيتشه كان يؤمن بأن القوة الحقيقية ديال الإنسان كتجي من قدرته على تجاوز التحديات والمشاكل وماشي فقط التفكير فيها. هذه الفلسفة ديالو كتساعد على التحرر من الأفكار اللي كتخلي الإنسان محاصر في دوامة التفكير الزائد، وكتشجع على العيش بطريقة أكثر جدية وواقعية. وما عندوش مع أن بنادم يضرب الحساب لكل حاجة، بل يعيش معها طبيعيا ويبقى على طبيعته. الأسبوع ولا بوءات اللي وصلوا لتالي الفيديو، هاد الهضرة ليكم. إلا لقيتوا راسكم طايحين في هاد اللوب ديال التفكير المفرط، ديروا سيف للفيديو باش ترجعوا له تطبقوا داك التمارين اللي غتعاونكم بزاف. ونزيد نركز على واحد النقطة، انكم تكتبوا لنا التجارب ديالكم مع التفكير المفرط في الكومنتيرات باش نستافدوا ونعاونوا بعضياتنا بالنصائح ومن التجارب ديالنا. وتفكروا ديما بلي غير كنبقاو كنفكروا في حل المشكلة ما كايناش من الأساس، والسعي للكمال هو نوع من تدمير الذات اللي كيمكن يوقف التقدم قبل ما حتى يبدا، واللي كيمكن يخرج لنا على حياتنا في خطرة. نتباشروا في الفيديو الجاي. وقبل ما نمشي نخليكم مع الكووز الفيديو من طرف القصيور والمطور نابليون بونابرت. Take time to deliberate, but when the time for action comes, stop thinking and go in. خذ الوقت باش تفكر مزيان، ولكن ملي يجي الوقت ديال الفعل حبس التفكير وبدا التطبيق. تهلاو.